طبعا اول ما طلبنا اللي هو برحيل مجلس اداره نادي دمياط نظرا للظروف اللي بيمر بها النادي، لان طبعا يعني ما ينفعش تبقى بضخامه نادي زي نادي دمياط يفضل يوصل للوضع دوت من المآزل ومن السرقه ومن النهب اللي جوه النادي من اشخاص معينه ويسرقوا النادي وهم داخلين باسم منصب، ما هماش داخلين اللي هم يصلحوا الصالح العام، وكل واحد داخل للصالح الشخصي وكل واحد يعني بيسعى لنفسه هو. يعني مفيش حد، انا ما شفتش حد لحد الان من المجلس الحالي ان هو بيسعى للصالح العام او اللي هو يعني اللي عايز يعمل حاجه للمنظومه. كل واحد دلوقتي داخل اللي هو داخل يحارب لشخص معين، اللي داخل عشان مصلحه شخصيه، كل واحد داخل لمصلحته الشخصيه، مفيش حد داخل اللي هو يحقق مصالح عامه. تمام. طب ايه اسباب تدهور نتائج الفريق في الفتره الاخيره؟ ما هو سبب تدهور الفريق ان مفيش حد طبعا مهتم بفريق الكوره. يعني مثلا كل فريق كوره معروف ان المدير الفني هو اول واحد اللي بيكون قائد الفرقه من اول الموسم، ونظرا للظروف فهو يعني مثلا لو كان عندنا كابتن حسام جويبه فضل ماشي طول الدور الاول كله بسم الله ما شاء الله، يعني بره وجوه يعني ماشي كسبان وبنخرج بره حتى بنتعادل مع فرق دوري ممتاز كمان، فما يصحش ان احنا نشيله او اللي هو يقيل المدير الفني ويجيب مدير فني تاني، لان المدير الفني هو اللي مشكل الفرقه، لان كابتن حسام هو اللي كان مشكل الفرقه فهو اكتر واحد فاهم الفرقه، فهو يشيل كابتن حسام ويجيب كابتن جمال حجازي مع احترامنا ليهم طبعا، فدي حاجه طبعا هتشتت في بدنيه اللعيبه وهتشكل في فنيات اللعيبه وهتشكل في كل فرق اللعيبه وهتشكل في كل يعني خطوط اللاعبين وصفوف اللعيبه. طب انت رايك في المخالفات اللي ابرزها رئيس نادي دمياط في الفتره الاخيره عبر بعض الفضائيات او بعض المواقع المخالفات دي طبعا لما قالوا ان كل مجلس محول للنيابه العامه، احنا سايبين النيابه العامه تحقق طبعا، ما فيش حد لا بيجيب لنا حقوقنا طبعا. يعني احنا سمعناه طبعا وحضرتك عارف ان هو قدموا استقالتهم والاستقاله اتقبلت طبعا، ما شفناش حد بينفذ اي حاجه. احنا عايزين حل واحد بس، حل اللي اسمه نادي دمياط. احنا عايزين مجلس معين.